حبايبي، أهلا وسهلا بيكم في قناتي وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفستان ده بغرزة جديدة. أول مرة أعملها قدامكم، بالتالي انتوا كمان أول مرة هتبقوا عارفينها. الفستان بدون أكمام، الفستان بفتحة رقبة واسعة، الفستان بجزء تاني من تحت الباط، يعني ملوش وسط، ونازل واسع من تحت الباط وبيبتدي يوسع أكتر من ناحية الديل أو من عند الديل. حضرتك بتبقي عايزة تاخدي دوران الذراع، وتاخدي دوران الرقبة، وتاخدي دوران الوسط، وبتاخدي الطول من عند الكتف لغاية تحت الباط وطول الفستان كله. ده بيبقى على حسب المقاسات اللي حضرتك بتاخديها. انا زي ما عودتكم انا بعمل نموذج للتعليم، لكن في اثناء الشرح بشرح لحضرتك انك ممكن تطبقي الموديل او الفستان لأي سن حضرتك تعمليه، سواء السن طفلة صغيرة حديثة الولادة أو أكبر، أو لأي شخص كبير. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. وقبل ما ابتدي في الفيديو حابة أشكر حضراتكم على كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني، وعلى دعمكم لقناتي وعلى اشتراككم فيها. وأتمنى اللي حب قناتي وحابب يشترك فيها يا ريت ما تنسوش تشتركوا فيها، تكبر بيكم وليكم. وأتمنى لو عجبكم الفيديو ارفعوه بكومنت حلو وبلايك وشير للفيديو لأصحابكم عشان يتشاف وعشان اليوتيوب يقترحه. أتمنى إن انتوا تساعدوني إن قناتي تكبر، وده رجاء وليس أمر طبعا. وإن شاء الله أنا حاسة إنه هيعجبكم الفيديو، ويا ريت تنفذوه، ويا ريت تبعتولي صور للشغل بتاعكم أشوفه واستفيد أنا كمان منكم، عشان أقدر كمان أفيدكم وأشوف طلباتكم إيه. يلا بينا نبتدي الفيديو. أنا هعمل مقاس صغير وهقول لحضرتك إزاي تاخدي المقاسات وإزاي تعملي الموديل للأطفال في أي عمر، وممكن كمان تعملي الموديل لبنوتة كبيرة أو تعمليه لأي سن. فهبتدي عدد من الغرز اللي هي السلسلة اللي هتمثل دوران الرقبة. فحضرتك هتاخدي دوران الرقبة، لو خدتيه على القد بالظبط يبقى حضرتك هنا مضطرة تعملي فتحة في الخلف أو الأمام عشان يقدر يدخل من راس الطفل أو الطفلة الفستان أو البنوتة أيا كان يعني. فلو عملتي دايما مقاس الرقبة بالظبط، محيط الرقبة بالظبط، يبقى لازم يبقى فيه فتحة في الفستان. لكن لو عملتي وسعتي شوية عن محيط الرقبة بحيث انها تقدر تدخل من رأس الطفل او رأس الشخص اللي البنوتة اللي بتعملي لها الفستان من غير اي فتحات، طبعا ده هيرجع لحضرتك. فانا هعمل مقاس رقبة بحيث ان انا مش هعمل فتحة النهاردة في الفستان ولا من الخلف ولا من الامام. فبس انا مش بعمل موديل لمقاس معين، انا بعمله نموذج على اساس ان حضرتك تتعلمي معايا ازاي تعمليه لاي سن. فبتبتدي زي ما قلنا محيط الرقبة وبتزودي عنه بحيث ان حضرتك يدخل من راس الطفل. فهبتدي اعمل غرزة البداية وابتدي اعمل السلاسل، ولما هرجع واقول لحضرتك انا عملت كام سنتي، وعدد الغرز هنا مش هيلزمني في حاجة لان انا ما عنديش في البداية غرزة معينة تقبل الاسم على كذا او بتاع، فعشان كده انا هبتدي سلسلة باي عدد. بس هنا هلتزم بايه؟ هلتزم بالطول اللي انا عايزاه، اللي هو يمثل اوسع شوية من محيط الرقبة، عشان مش هعمل زي ما قلت لكم مش هعمل فتحة في الفستان. فانا هكمل السلسلة. انا بستخدم خيط أليزا وبستخدم إبرة رقم 2، وممكن استخدم لغاية 2.75 او 3. فانا هبتدي اشتغل واعمل دوران الرقبة، بس هعمل اوسع منه عشان مش هعمل فتحات. أنا عملت سلسلة طولها 23 سنتي كنموذج للتعليم وتمثل محيط الرقبة، وبعدين هبتدي أعدل بإيدي السلسلة كده عشان ما تلفش معايا لما أقفلها.
وبعدين هاجي على أول غرزة وابتدي أقفل بغرزة منزلقة. وبعدين هرتفع 3 سلسلة تمثل عمود، وفي نفس المكان في نفس الغرزة هعمل العمود التاني. يبقى أنا عملت دلوقتي عمودين في غرزة واحدة، وبعدين هشتغل عمود واحد في الغرزة اللي جنبها، والعمود اللي بعد في الغرزة اللي بعدها التانية عمود واحد. يبقى عملت غرزة فيها عمودين وغرزتين كل غرزة فيها عمود. الغرزة التالتة هعمل 2 عمود. طب ليه أنا بزود؟ عشان أعمل استدارة للرقبة، تبقاش السلسلة خط مستقيم، فبعمل دوران الرقبة. أعمل غرزتين كل غرزة فيها عمود واحد، والغرزة التالتة بعمل 2 عمود. عشان أنا دلوقتي بعمل صدر مدور. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود واحد، والتانية عمود واحد، والتالتة هعمل 2 عمود، وهكمل السلسلة كلها بنفس الطريقة. في الآخر هحصل على دوران الرقبة من أول سطر. بصوا حتى ابتدت تلف ازاي أو تدور ازاي. فأنا هكمل السطر وارجع لحضراتكم. آخر غرزتين أنا عملت هنا 2 في غرزة واحدة، وبعدين آخر غرزتين هعمل غرزة، وبعدين الغرزة الأخيرة، وبعدين هاجي في 3 سلسلة في أول 3 سلاسل كنت عاملاهم هقفل بمنزلقة، وابقى خلصت كده السطر الأولاني. السطر التاني هرتفع 1 سلسلة، وبعدين أدخل في نفس المكان أعمل عمود وأسحب منه غرزتين، وأسيب غرزتين على الإبرة، وبعدين أدخل في نفس المكان وأسحب الخيط وأسلت غرزتين. هيتفضل 3 فتلات على الإبرة أو 3 غرز على الإبرة، هسحبهم كلهم مع بعض، وبعدين هعمل 2 سلسلة، وبعدين هسيب غرزة واشتغل تاني كده في الغرزة اللي بعدها عمود، أسلت منه غرزتين واسيب غرزتين، أدخل تاني وأعمل عمود واسلت منه غرزتين، هيتبقى 3 غرز، أخدهم كلهم مع بعض، وبعدين 2 سلسلة، أسيب غرزة وأدخل في الغرزة اللي بعدها وأعيد تاني، والسطر كله هيبقى بنفس الطريقة دي. هشتغل بالطريقة دي داير ما يدور السطر كله. آخر غرزة عملتها، وبعدين عملت 2 سلسلة منساش، وبعدين في أول غرزة أنا عملتها هبتدي أقفل بغرزة منزلقة، وهتلاقوا شكل التدويرة بتاعة الرقبة ابتدت تبان. شوفوا شكلها. وبعدين هبتدي أكرر السطر الأولاني والتاني مرة تانية. السطر التاني زي ما هو مفيهوش أي تغيير، هنشتغله بنفس الطريقة. السطر الأولاني هكرره، أنا كنت بعمل تزايد غرزتين في غرزة بعد غرزتين، يعني كان في 3 غرزة. المرة دي هعمل التزايد في 4 غرزة. فهبتدي هنا أول حاجة هعمل 3 سلسلة، ده العمود الأولاني، وبعدين في نفس المكان هعمل العمود التاني، يبقى عملت تزايد في أول غرزة. وبعدين هاجي في الفراغ ده، احنا كنا عاملين غرزتين سلسلة، هعمل في الفراغ ده غرزة عمود،
يبقى كده أول عمود. الغرزة اللي بعدها تاني عمود، والفراغ اللي بعده هعمل عمود، يبقى كده 3 غرز مفردة. وبعدين في الغرزة الرابعة هعمل 2 عمود، يبقى التزايد كل رابع غرزة بالطريقة دي. اللي بعدها هعمل واحدة في الفراغ، وبعدين الغرزة اللي بعدها رقم 2، الغرزة اللي بعدها في الفراغ رقم 3، وبعدين في الرابعة هعمل تزايد 1 2. هشتغل بنفس الطريقة دي. السطر اللي بعد ده هعمل الغرزة دي، السطر ده تاني هكرره هو بنفس الطريقة. وبعدين السطر اللي بعده اللي هو السطر ده مش هزود في رابع غرزة، هزود في خامس غرزة. فاهمين الفكرة؟ يعني مرة هزود في تالت غرزة، مرة هزود في رابع غرزة، مرة هزود في خامس غرزة، مرة هزود في سادس غرزة، لغاية ما اخلص الجزء بتاع اللي هو قبل حردة الباط. يعني هشتغل لغاية ما اوصل لحردة الباط. لكن السطر بتاع غرزة الباف ده هو مش هيتغير فيه اي حاجة. بعمل غرزتين، بسلت غرزة واسيب غرزتين على الابرة، وبعدين اعمل عمود تاني واسلت غرزة واسيب 3 غرز على الابرة، وبعدين بعمل 2 سلسلة واسيب غرزة واكرر وهكذا. انا هشتغل بقى الجزء ده لوحدي عشان ما اطولش الفيديو، واوصل لغاية حردة الباط واجي اقول لكم عملنا ايه والشكل هيبقى ازاي. كده انا خلصت الجزء لغاية تحت الباط. طبعا حضرتك بتعملي لأي مقاس ويكون مقاس مختلف مثلا بالنسبة للي انا بعمله. فهتوقفي شغل في الجزء ده امتى؟ بتقيسي حضرتك من اول هنا لغاية هنا، ده المقاس اللي هو طول الصدر مفروض من الكتف لغاية عند الباط. وكمان بتقيسي المسافة من هنا لهنا وتضربيها في 2 ويبقى ده مقاس دوران الصدر. طبعا حضرتك لو عايزة اي مقاس، اما ان حضرتك تقيسي على البنوتة اللي معاكي او بتبعتيلي في الكومنتات المقاس اللي حضرتك عايزاه، انا بقولك المقاس الستاندر. طبعا انا بحب قوي ان حضرتك تقيسي على البنوتة، لان الستاندر ده مفروض بيبقى مختلف حسب التخن بتاع البنت، طول البنت، الكلام ده كله. فهنا بتقيسي المسافة من أنا دلوقتي حطيت ماركر عشان أحدد تحت الباط الكم الأولاني والكم التاني والأمام والخلف. فحضرتك بتقيسي الجزء من هنا لهنا وتضربيه في 2 يبقى داير ما يدور الصدر، يبقى ده دوران الصدر. وكمان بتقيسي الجزء ده اللي هو دوران الذراع، وبتقيسي الطول بتاع الصدر. يبقى حضرتك عايزة دلوقتي، احنا خدنا الأول دوران الرقبة حضرتك هتقيسيه، وبعدين طول الصدر، وبعدين دوران الذراع ودوران الصدر. 3 مقاسات دول ظبطتيهم خلاص، الفستان بعد كده هيتظبط معاكي. انا دلوقتي هبتدي اغير الغرزة بتاعة الجيبة بتاعة الفستان او النص التاني من الفستان، فهفصل ما بين الجزئين بغرزة نص عمود، وفي نفس الوقت هقفل تحت الباط. طيب هنا انا ببتدي اعمل واحدة سلسلة، وهبتدي ادخل واعمل غرزة نص عمود، ان انا بلف لفة وبعدين باخدهم كلهم مع بعض، وبعدين هدخل في الفراغ واعمل غرزة نص عمود، وفوق الغرزة نص عمود، وهكذا همشي السطر كله بغرزة نص عمود لغاية ما اجي للماركر. انا هنا عديت الوحدات كلها عشان تقولي لي التقسيم ازاي. انا عديت الوحدات كلها طبعا بعد ما خدت المقاسات، عديت الوحدات وقسمتها على 4. كل جزء بياخد جزء متساوي، اللي هو كل كم من الكمين والامام والخلف. وهدخل هنا واعمل نص عمود كل غرزة لغاية الماركر.
وبعدين وصلت هنا للماركر الجزء ده لغاية هنا، ده الكم الأولاني. فأنا دلوقتي هقول لحضرتك حاجة، أنا هنا هدخل في الفراغ ده وأعمل غرزة نص عمود، وبعدين هاجي للفراغ التاني ده وهعمل 2 سلسلة، وهاجي للماركر التاني وهدخل فيه وهعمل غرزة نص عمود. أبقى أنا قفلت كده الباط الأولاني الطريقة دي. طيب هنا أنا عملت 2 سلسلة، هل 2 سلسلة دي قانون يعني؟ ما ينفعش ما اعملهمش خالص، ينفع ما تعمليهمش خالص، وينفع تخليها أكتر من 2، وينفع تخليها غرزة واحدة بس. طب ده بيتوقف على إيه؟ بيتوقف على المنطقة دي اتساع الدراع قد إيه، دوران الدراع قد إيه. لو الدراع سمنان أو تخنان هتزودي الجزء ده، لو الدراع رفيع جدا مش هتعملي خالص ال2 سلسلة وتقفلي ال2 مع بعض كده، هتفرق طبعا. شوفوا هنا، فأنا يعني مش بحب أحفظك رقم على قد ما أنا عايزة أفهم لحضرتك الطريقة، وبالطريقة هتعملي 1000 مقاس ومقاس. هبتدي بقى أدخل في الجزء التاني. أنا كده خلصت الكم الأولاني، هدخل على الأمام أو الخلف هنا كده أهو، ده الأمام، وهكمل لغاية الماركر التاني ده وهشتغل فيه بنفس الطريقة، ولما جيله هعمله معاكم. خلصت الجزء بتاع الأمام، وهاجي هنا للماركر اللي بعده، هدخل وهعمل غرزة نص عمود، وبعدين أعمل برضو 2 سلسلة، وبعدين أروح للماركر التاني وأعمل غرزة نص عمود، وأبقى قفلت الكم التاني أهو. وبعدين أكمل الجزء بتاع الخلف، المنطقة دي في نص الخلف، فهكمل الجزء ده في كل غرزة برضو نص عمود، هكمله ونرجع مع بعض عشان نشوف الغرزة الجديدة اللي أنا هبتديها، وأقول لكم تاني أنا قسمت إزاي وكم كان عندي كام وحدة، قسمتهم إزاي. خلاص كده أنا خلصت النص ده. وهقفل هنا في أول غرزة كده. أنا قفلت خلاص تحت الباط أهو، ده الشكل أهو كده. هشيل بقى الماركات دي، هقول لكم أنا قسمت إزاي، هقولها مرة تانية. أنا لما جيت أعد الوحدات دي في آخر سطر لقيتهم 48 وحدة، فقسمت على 4 اللي هو الكم الأولاني والكم التاني والأمام والخلف، فطلع كل جزء هياخد 12 وحدة من دول. في نفس الوقت قست ال 12 وحدة اللي هنا مع ال 12 وحدة اللي ورا، ادوني دوران الصدر مريح، وهنا برضو قست ال 12 على دوران الذراع لقيته مريح حسب اللي هو المقاس. هنا بقى هبتدي الغرزة الجديدة والسطر الأولاني هنشوف هنشتغل فيه ازاي. هبتدي في أول غرزة هبتدي أرتفع 4 سلسلة تمثل عمود بلفتين، دول 4 سلسلة، وبعدين هلف لفتين كده وادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين، بسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وبعدين هعمل 2 سلسلة وهدخل تاني في نفس المكان واعمل 2 عمود بلفتين، 1 2. يبقى دي أول وحدة أهي. وبعدين
من غير سلاسل ولا حاجة هسيب 1 2 وفي الغرزة رقم 3 هكرر تاني عمود بلفتين وبعدين عمود تاني بلفتين 2 سلسلة وعمود بلفتين في نفس المكان وعمود بلفتين في نفس المكان وهكرر كده السطر كله. شايفين الشكل؟ بسيب هنا غرزتين. طب بنقل بكم سلسلة؟ ولا سلسلة، بنقل على طول. هعمل معاكم واحدة أخيرة. ألف لفتين على الإبرة وأسيب 1 2 والغرزة التالتة هبتدي أعمل عمود بلفتين وعمود تاني بلفتين في نفس المكان و2 سلسلة وعمود بلفتين وعمود بلفتين. هكمل أنا السطر كله. طبعا هشتغل على السلسلة هنا بنفس طريقة العدد، لكن مش هشتغل في المنطقة بتاعة الأكمام. هعمل معاكم الجزء الأولاني ده بسرعة كده. هسيب لفتين واعمل هنا اتنين عمود بلفتين واتنين عمود بلفتين وبينهم 2 سلسلة. هنا هسيب 1 2 وبعدين هدخل في أول غرزة، يعني هسيب 1 2 وبعدين أول غرزة أهي واشتغل الوحدة عادي خالص. اعمل 2 سلسلة 1 2 في نفس المكان بعمل برضو عمودين كل عمود بلفتين وبعدين هسيب غرزة والتانية وفي التالتة هعمل تاني وحدة وهكمل بقى السطر كله بالطريقة دي. هكمل أنا 2 سلسلة بنفس الطريقة يخلص السطر كله. وهيبقى ده الشكل بتاع الغرزة. ده شكل السطر بعد ما خلص. هنبتدي بقى هعمل السطر التاني وهكرر السطر ده كذا مرة وبعدين نغير في الغرزة شوية وهنشوف هنغيرها ازاي، بس انا هكرر نفس الجزء اللي انا هعمله دلوقتي. فهعمل ايه؟ انا هنا هوريكم بس قفلت ازاي. هاجي هنا في احنا كنا عاملين عمودين و2 سلسلة وعمودين، هاجي في العمود رقم 2 واقفل، مش في العمود الاولاني، وبعدين هدخل في الفراغ واعمل غرزة منزلقة وبعدين ارتفع 4 سلسلة وبعدين ادخل اعمل عمود تاني بلفتين اتنين سلسلة وعمودين بلفتين، يعني كأني بعيد الغرزة بس بعيدها فين؟ بعيدها في الفراغ اهو كده. انا عملت الغرزة بس فين؟ في الفراغ. وبعدين برضو من غير نقل سلاسل هروح للوحدة التانية وبرضو في الفراغ هعمل وحدة فوقيها
هشتغل كده كذا سطر بقى، وهالمرجع هقول لكم انا عملت كام سطر. طبعا ده بيفرق في المقاس اللي انا بعمله، يعني ممكن مقاس صغير اصغر من كده اعمل سطرين، ممكن اعمل بقى بعد كده في المقاس الاكبر 5، ممكن اعمل 7، على حسب المقاس اللي انا بعمله واللي حضرتك شايفاه. انا هكمل ولما ارجع هقول لكم انا عملت قد ايه، وهبتدي بعد كده تغيير الغرزة ازاي او تكملة على الغرزة ازاي. اهو خلص انا بقى وارجع لحضرتك. عملت كده 4 اسطر، 1 2 3 4، وهبتدي دلوقتي ازود على اساس برضو ان انا بنزل الجزء التاني من الفستان على واسع. بعد ما قفلت السطر ببتدي ادخل واعمل منزلقة في الفراغ، وبعدين هرتفع 1 2 3 4 كأني هشتغل السطر عادي خالص، كأن ده عمود من لفتين، وبعدين هعمل عمود تاني بلفتين، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين جوه الفراغ عمود تاني بلفتين، والعمود التاني برضو بلفتين. وبعدين هاجي على الوحدة اللي بعدها، أول غرزة شايفين الغرزة اهي، هبتدي أعمل فيها 2 عمود بلفتين تزايد، يعني كده 1 2 في نفس المكان، يبقى دي الزيادة اللي هزودها في السطر ده. وبعدين هبتدي أدخل عادي في الفراغ واشتغل 2 عمود بلفتين، 2 سلسلة، 2 عمود بلفتين، وبعدين الوحدة اللي بعدها أول غرزة فيها هروح أدخل فيها وأزود عمودين بلفتين. همشي السطر كله بالطريقة دي. هكمل بقى بنفس الأسلوب ده السطر كله، وهنرجع مع بعض نشوف الأسطر اللي بعد كده هتبقى إزاي. خلصت كده السطر اللي عملت فيه تزايد، وهقفل السطر ده، وهناخد بالنا من السطر الجديد اللي انا هشتغله، لان ده خلاص هو ده اللي هيتكرر لغاية ما اخلص اخر الفستان. فانا هنا هقفل معاكم بس السطر. انا هنا عملت اخر وحدة 2 عمود بلفتين و2 سلسلة و2 عمود. هاجي بقى على العمود ده اللي انا كنت بشتغل فيه 2 عمود، ما انساهوش، انا ممكن انساه. هشتغل كده عمود، في نفس المكان هشتغل عمود، وبعدين هاجي على رابع غرزة 1 2 3 4 هشتغل غرزة منزلقة واقفل السطر. يبقى دي الزيادات اللي انا بعملها، بعمل وحدة في فراغ الوحدة اللي قبلها، وبعدين بعمل غرزتين عمود بلفتين في اول غرزة، في اول غرزة، في اول غرزة. السطر الجديد بقى اللي احنا قلنا هيتكرر. بصوا هعمل ايه. فوق العمود اللي انا قفلته هبتدي اعمل 4 سلسلة، ويبقى كأني فوق العمود ده عملت عمود، وبعدين هدخل في الفراغ واعمل الوحدة عادي خالص اللي هي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود كده، 1 2 وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود. هنا بقى هنيجي للوحدتين اللي انا كنت عاملاهم دول. هسيب الغرزة اللي هي دي، مش هشتغل فيها حاجة، يعني الوحدة دي كلها خلاص انا اشتغلت فيها وخلصتها. هاجي الاول عمود في الاتنين الزيادة اللي انا عملتهم
واعمل عمود فوق العمود عمود، وبعدين اسيب العمود التاني مش هشتغل فيه واخد العمود الاولاني بتاع الوحدة اللي بعدها. لو خدتوا بالكم مش دي كانت الوحدة اهي، اشتغلت في اول عمود منها اهو، ال4 سلسلة اللي انا عملتهم ايه كأنهم ايه عمود اهو، العمود الاولاني فوقيه عمود، هو ده اللي انا عملته هنا. العمود الاولاني اشتغلت فوقه عمود، طب والعمود اللي قبله ده عملت هنا ده عمود، لكن العمود التاني ما اشتغلتش فيه. تعالوا نشوف واحدة تاني كده. بصوا هنا دي الوحدة اهي، هعمل 2 عمود بلفتين طبعا، 2 سلسلة، 2 عمود، يعني الوحدة اللي في النص دي هي بتتكرر ما فيهاش اي مشكلة. نيجي بقى على العمودين دول، هسيب الاولاني، هشتغل في الاولاني اللي هو اول عمود ده، في العمودين دول اهم، شايفين العمودين دول اللي هم الزيادة اللي انا عملتهم، هاجي في اول عمود واشتغل عمود، واسيب العمود التاني مش هشتغل فيه واشتغل في اول عمود في الوحدة دي. يا رب تكونوا فهمتوني، هو ده اللي هيتكرر. وبعدين ادخل في الفراغ واعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، طيب والاتنين دول اللي هم الزيادة اللي كنت عاملاهم، هاجي بقى اشتغل هنا، شايفين الوحدة العمودين الزيادة دول اللي انا كنت عاملاهم، هدخل في اول عمود واعمل عمود واسيب تاني عمود واشتغل في اول عمود في الوحدة اللي جنبها، سهلة خالص. وبعدين ادخل في الفراغ واعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبعدين اجي الاتنين اللي في النص دول اللي لوحدهم دول، ادخل في اول عمود اعمل عمود واسيب تاني عمود واشتغل في اول عمود في الوحدة اللي جنبها. انا بس ايه باكد عليكم الغرزة ده اللي هيتكرر بعد كده كل سطر. يبقى طبعا وانا راجعه بقى خدوا بالكم انا اشتغلت هنا في اول عمود في الوحدة، يبقى المفروض اشتغل فين؟ اشتغل في العمود الاولاني بتاع الاتنين دول، تنسوش ده، يعني قبل ما تقفلوا هتشتغلوا هنا وبعدين تقفلوا في اول عمود انا عملته. يبقى بشتغل وحدة في فراغ الوحدة اللي قبلها اهو، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبعدين باجي فوق العمودين دول اشتغل على اول واحد واسيب تاني واحد واشتغل على اول واحد في الوحدة اللي بعد كده. هنكرر بقى كله لغاية ما اخلص الفستان كله، ما تنسوش الحتة دي خدوا بالكم منها. هقفل مع حضراتكم السطر وابتدي بقى السطر الجديد، عشان بس ايه ما قدرتش اسيبكم بصراحة، عشان تعرفوا برضو السطر التاني هيمشي ازاي عشان تمشوا كله زي بعض. هنا انا خلصت الوحدة اللي في الفراغ وجيت اهو على الوحدتين دول، فهاجي اعمل في اول غرزة من الغرزتين غرزة عمود بلفتين. مفروض الغرزة التانية بعملها في اول الوحدة دي، انا عاملاها في اول البداية بسلسلة، فهاجي هنا اعد 1 2 3 وفي الغرزة رقم 4 هقفل كده، هقفل السطر. عايزة اوريكم بقى شكله بعد التزايد بيبقى شكله ازاي. بصوا التزايد بقى هيبقى عامل ازاي. طبعا الوسع في المنطقة دي غير الوسع في المنطقة دي. هنبتدي بقى اسطر نفس الحكاية دي، هنكرر بقى تكرار. فهنكرر ازاي؟ هبتدي اسيب العمود الاولاني ده اللي هو تبع دول، مفروض تبع دول اهو، وهدخل في العمود اللي بعده على طول واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع 4 سلسلة، يبقى عمود فوق العمود ده اللي هو اول عمود في الوحدة اللي هي 2 و2 سلسلة و2 عمود.
يبقى اشتغلت عمود فوق العمود ده اللي هما ال4 سلسلة، وبعدين هدخل جوه الفراغ واعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبعدين هاجي للعمودين دول اللي انا كنت اشتغلتهم، هشتغل فوق اول عمود عمود، واسيب تاني عمود، وبشتغل في اول عمود في الوحدة اللي بعدها. واخدين بالكم؟ يعني هي نفس الطريقة عشان يبقى العمودين في بينهم اتساع كده الحتة دي. يبقى اشتغلت فوق العمود الاولاني، وبعدين سبت العمود التاني ورحت على اول عمود في الوحدة، وبعدين بدخل تاني الفراغ. انا بس عشان بشرح لكم عشان ما تتلخبطوش. 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبعدين هبتدي اروح للاتنين دول اشتغل فوق اول عمود عمود، واسيب تاني عمود واشتغل في العمود اللي بعده، سيب ده واشتغل في اللي هو اول عمود في الوحدة بس. وهتكملوا بقى كله على كده اهو. شوفوا الشكل عامل ازاي. هكمل ونشوف بقى مع بعض وصلنا لطول قد ايه، او انا عملت كام سطر. طبعا كل واحد بيختلف في المقاس اللي هو عامله. حبايبي، وده شكل الفستان بعد ما خلص. انا عملت بعد الزيادة او من اول الزيادة 1 2 3 4 5، عملت 5 اسطر. وملاحظ جدا ان الديل من تحت اوسع من المنطقة دي. اتمنى يا رب يكون الفستان عجبكم، اتمنى ان انتوا تنفذوه. زي ما قلت لحضراتكم تقدروا تنفذوه باي مقاس، بان انا عندي دوران الصدر، وعندي دوران الرقبة، وعندي طول الجزء لغاية تحت الباط، من الكتف لغاية تحت الباط. يعني لو قسنا من اول هنا يعتبر ده الكتف، من اول الكتف لغاية تحت الباط ده طول الصدر. بنقيس طول الجيبة من أول الباط اللي هو الجزء التاني، هو مش جيبة يعني، هو بقية الفستان من أول تحت الباط لغاية الديل. والطول بيبقى مع حضرتك زي ما حضرتك عايزة. هنا مش محتاجة تاخدي دوران الأجناب، لأن هو أصلا اوريدي الفستان باجي من تحت الباط، وهو بزود فيه يعني بيتسع. فهنا مش محكوم على الجسم. دوران الرقبة لو هتعمليه زي ما قلت على قد الرقبة بالظبط هتضطري تعملي فتحة، لكن أنا هنا موسعة في دوران أو في فتحة الرقبة، فما عملتش فتحة في الخلف أو في الأمام. تحياتي ليكم، وحابة أشكر حضراتكم على دعمكم لقناتي وعلى كل كومنتاتكم الحلوة اللي هي فيها حلاوة قلوبكم وفيها رقتكم وفيها ذوقكم. شكرا ليكم، بحبكم كلكم. Thank you. باي باي.